طبعا نحن استقبلنا هاي الرسالة بشعور لا يصدق من السعادة. يعني هذه الرسالة كانت هي الأمل بالنسبة لنا. هي اللي كانت الفرحة اللي شعرنا فيها، كانت لا توصف. ونحن عم نشوف الرسالة، يعني عم نشوف الورقة، صورة الورقة اللي بعتها مع هاي الرسالة، يعني غصن الزهرة اللي بعتها. فهي كانت مجال الفرح لا يوصف لنا. بقينا ساعات ونحن عم نتأمل، يعني هم عم نتأمل الصورة ونتأمل الرسالة. حتى الآن يعني كل ما نتحدث إنه وصلت هاي الرسالة، هذا مجال للسعادة لنا. بنفس الوقت كانت المسؤولية ملقاة على عاتقنا، يعني شعرنا بثقل المسؤولية لنا كجنولوجي لحل قضايا المرأة، لحل قضايا المجتمع. المسؤولية اللي ألقاها القائد على المرأة لتكون هي الرائدة في مشروع الأمة الديمقراطية، في مشروع المساواة بين الشعوب. يعني هي لحالها مسؤولية أخرى كانت، يعني الرسالة بنفس الوقت يلي هي مجال للأمل لنا. أيضا هي بنفس الوقت هي بتكون مسؤوليتنا نحن أن نكون بقد الرسالة اللي وجهها لنا القائد. بالنسبة لنا الغصن الوردة هي يعني ونحن نشوفها تأملناها، أشوف التفاصيل دقيقة فيها، يعني أحسها كأنه النقش اللي بيكون النقوش الصغيرة يلي هي بتكملنا نحن كعالم. الغصن يلي هو جزء من غصن الوردة، يلي جزء من الشجرة، يلي هو الانبعاث الأول للآلهة بيكون. كان له دلالات معنوية بالنسبة لنا. الغصن من حيث الشكل، من حيث انه هالرساله هالغصن جمعت لنا كجيولوجي. فهذا الشيء كان انه نحن نتامل ونربطه بالميثولوجيا، نربط بالنسبه لنا طبعا نربطه بالاعمال الدقيقه للمراه اللي بتقوم فيها خطوه خطوه في حياتها، نربطه بانه العمل كيف لازم يكون مكتمل والترابط الموجود بهذا الغصن. يعني هذا كلياته كان المجال لنا ونحن عم نتامل هذا الغصن انه نشعر بهذا الثقل. كما انه هذا الغصن اللي هو طلع من السجن، وكان هو مبعث للامل لأن لما اجى انه نحن نكون بقد هاي المسؤوليه. القائد دائما القائد بيقول لم اخن احلام الطفوله وذاكره الطفوله. الطفولة اللي كانت المرأة هي القضية الموجودة في طفولته، مكان التساؤل من خلال علاقاته مع صديقته، مع أخواته، من خلال العلاقة مع الأم. فلذلك كان هذا جزء الهم الموجود له، يعني الموجودة بذاكرة الطفولة. الاستكمال هذا الشيء كان من خلال نضال ومسيرة الحزب، يلي المرأة فيه ما لازم ما يكون دورها فقط الدور النمطي المعروف في المجتمع، الدور المرأة التي لا تمثل سوى الناحية العددية، بل أن تكون المرأة فاعلة لها إرادتها، أن يتم تجاوز مشاكل الناتجة عن التقاليد المتوارثة، سواء كان تقاليد المجتمعية أو التقاليد اللي بتكون ضمن من النواحي السياسية. انه المرأة يكون لها الدور الفاعل، المرأة هي اللي تكون المنظمة، هي تكون صاحبة القرار، تعيد ميراث المرأة يلي كان موجود في ميزوبوطاميا. في هذا الميراث نعود يتم إعادة إحيائه. فلذلك تقرب القائد من قضية المرأة ما كان دائما تقرب، كانت أقرب إلى يكون تقرب الرفيق، رفيق الدرب، رفيق النضال، اللي ممكن يكون قادر انه يفتح المجالات للمراه. يعني حتى القائد يقول بالرساله انه يتمنى ان المراه هي اللي تقوم بالرياده، تكون هي لها الخطوات الاساسيه، لانه القائد دائما من خلال النظريات اللي كان يقدمها، من خلال الطروحات اللي يقدمها، كان يفتح المجال اكثر امام والافاق اكثر امام حركه المراه، انه تستطيع انه تنظم نفسها فكريا، تنظم نفسها سياسيا، تنظم نفسها عسكريا، يكون لها ارادتها المستقله، ارادتها اللي قادره من خلاله انه تحدث الفرق في المجتمع. طبعا ارث تحرر المراه هو الارث اللي كان من الناحيه قدمها لنا حتى اليوم. نحن اذا نقول الجينولوجي هو الارث الاساسي اللي نستند اليه، من الناحيه التنظيميه، من الناحيه الفكريه، قدم لنا الاساس المتين اللي ممكن نستند عليه. طبعا القائد اللي حتى بيشير برسالته انه من الناحيه النظريه هذا العمل بات مكتمل، ولكن نحن
اللي يبقى علينا أنه ننقل الرسالة للمكان الثاني اللي تتضمن الناحية التنفيذية. يعني هنا نحن كيف نستطيع أن ننقل ما هو توصلنا إليه كنتائج نظرية، كتجارب، كخبرات، ننقلها للتطبيق الميداني اللي ننقلها للمجتمع لتكون لإحداث الأثر في كل مكان. يعني نقول نحن من كل منزل ننطلق لكل زاوية من هذا المجتمع، لكل النسيج الموجود بالمجتمعات، كيف نستطيع أن ننقل هذه الرسالة وهذا الإرسال أيضا لهم، ويكون هي بداية التغيير في المجتمع. لأن القائد أيضا يشير في رسالته أنه قضية المرأة كانت دائما هي سكين مغروسة في الظهر. يعني مهما نحن حاولنا كمجتمع أن نغير فيه، حاول المجتمع أن يقوم بنهضات، كانت هناك نظريات، إلا أنها تبقى ناقصة، لأنها لا تتناول قضية المرأة، لا تتناول قضية العلاقة مع المرأة، كيف تكون، كيف يكون العيش في هذه الحياة مع المرأة. لذلك القضية اللي قلنا بها الرسالة هي كانت كيف نحن سنستطيع أن نوصل هذه الرسالة خطوة ثانية للمجتمع، كيف سنقوم بتطبيق التنفيذ. الجانب التنفيذي هو الجانب اللي راح يكون العمل المستقبلي نسعى لوصوله. عندما نتم التحدث عن ثقافة الاغتصاب، نحن لا يعني نرى أن المرأة يتم اغتصابها من ناحية الاغتصاب الفكري، الاغتصاب الإرادي، اغتصاب إنتاجها، اغتصاب يعني اغتصاب قيمها. فهون الاغتصاب اللي هو يكون العنف الممارس للمجتمع، يعني هنا الاغتصاب صارت هوية منتهية من هذا المجتمع. فنحن حتى نتخلص من هذه الثقافة نحن بحاجة لبناء إرادة المرأة الحرة، بحاجة كما يقول قائد لبناء إرادة المرأة ضمن الرسالة نفسها، أن يكون لها تفكير بذاتها، أن نتخلص أيضا من المجتمع ومن المشاكل الموجودة في المجتمع، وذلك بالوصول المرأة بالوصول لإرادة المرأة الحرة. لذلك هي مهمة ثانية يعني من الأعمال التي يجب أن نقوم بها، الرسالة المستقبلية لنا، أن نتمكن من بناء المجتمع الذي فيه المساواة، تحرير المرأة من الناحية الذهنية، من الناحية الجسدية، من الناحية المجتمعية بشكل عام، أن يتم تحريرها للوصول إلى المجتمع المساواة والديمقراطية. بالنسبة لمفهوم الأمل، مفهوم الأمل لكل مرأة بتعيش خلال نضال القائد، خلال النظريات اللي قدمها، سواء كانت نظرية تحرر المرأة، سواء كان بجينولوجي، سواء كذا كان بتغيير الباراديغما، بكل هاي الخطوات اللي كانت قائمة، إنما كان الهدف منها هو بناء الأمل لدى المرأة، أي بناء الفكر اللي قادرة من خلاله أن تستطيع أن تبني مسيرتها للوصول إلى الغاية اللي هي تنشد لها.